بعد كل الوجع والإهانة اللي شفتها لقيت نفسي في مفترق طرق. كلمت مامتي وحكيت لها كل اللي حصل بالتفصيل. قلبها كان بيتقطع عليا. نصحتني إني أروح للمدير واحكي له كل حاجة وهو يتصرف معاهم. نصيحة مامتي كانت منطقية، بس الخوف كان مسيطر عليا. هل المدير ممكن يحل المشكلة دي ولا الموضوع هيكبر أكتر وأتحط في موقف أصعب؟ ده غير إني كنت فاضلي مستوى واحد بس وأخلص الكورس اللي تعبت فيه سنين. هل أسيب الكورس ده وأريح نفسي من الوجع اللي بيحصل ولا أواجه وأحاول أحافظ على حقي وكرامتي؟ السؤال اللي فضل يحيرني وإلى الآن بيحير ناس كتير: إيه التصرف الصح في موقف زي ده؟ هل الاستسلام هو الحل الوحيد لما نحس إن كرامتنا اتهانت ولا المواجهة هي الطريق الوحيد؟ القصة دي بتخلينا كلنا نسأل نفسنا: إيه الخطوة الصح اللي كان المفروض نور تعملها؟ وإيه اللي أنت كنت هتعمله لو اتحطيت مكانها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات عشان نور محتاجة نصيحتكم.